رجعت لكم بأنمي جديد. تشجيعاتكم اللي بالضغط على اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. نروح لأحداث الفيلم. ده اسمه ميزاتو، والبنت الجميلة اللي جنبه دي اسمها يومي. عايشين مع بعض علشان باباه متجوز مامتها، وبيظهروا ان هما مبسوطين. هنا بتقول لها انا خارجه وانتوا ما تعملوش مشاكل. بيقول لها ميزاتو طبعا احنا كمان هنخرج بعد شويه. ولما بتروح بتبص عليه البصات دي وبتقول انا بجد بكرهه، وهو كمان بيقول نفس الكلام. هنا بيكونوا بيتعشوا وبيبصوا عليهم وبيقولوا كويس ان احنا عيله كويسه ومبسوطين مع بعض. وطبعا ابوه بيقول الحمد لله ان هما متفقين. انتها بتقول عشان كده احنا كمان مش لازم نزعلهم. يومي بتقول لحد امتى هنفضل نتزعل ان احنا مبسوطين. ميزوتو بيقول لها هنعمل ايه، مضطرين ان احنا نستحمل بعض، علشان كده ما تخافيش. بالنسبه للي حصل النهارده مش هقول اي حاجه، مش عارفه ايه اللي حصل بالظبط. هنا هو في الاوضه بتاعته بتيجي يومي بيقول لها خير، هو في حاجه؟ بتقول له هو انت اصلا ليه بتناديلي باسم يومي؟ بيقول لها طب هناديلك بايه، مش انت اسمك يومي وكمان انت بتناديلي ميزوتو. هنا بتقول له ده مختلف، ما تنساش ان انا اختك الكبيره. بيتفاجئ ميزوتو بيقول لها ايه ده، ايه العبط ده، انا اللي اخوك الاكبر. بتقول له انا اللي اتولدت قبل منك قبل نص ساعه، وده فرق كبير يعني كبير. هنا بتقول له خلاص يمكن نتفق على حل، ويكون حل مناسب ان احنا نتصرف زي اخوات عاديين. علشان كده يمكن التصرف ده يخلينا ان احنا ما نتوترش اكتر وكأننا ما فيش اي حاجة، ونقدر نخفي الماضي بتاعنا نهائيا. ودلوقتي ابتدت اللعبة. طبعا لما ابتدت اللعبة كونها اخته بتروح علشان تدور في اغراضه، وهو بيكره اي حد يدور في اغراضه. بيقول هعمل ايه، هي بتعمل كل ده عشان تزعجني، وطبعا انا مش هستسلم علشان ما اخسرش. ميزيتو بيعتذر منها. يومي بتتفاجئ وبيقول لها انا مش عايز كل يوم نفضل نتخانق مع بعض، علشان كده ممكن ننسى الموضوع وخلاص نكمل كأنه مفيش اي حاجة. يومي طبعا بتحن وبتفتكر الماضي وبتناديله باسم إيريد. وطبعا هنا خلاص يومي خسرت وبيكون ميزوتو هو الكسبان. وبيقولها طبعا الاخوات مش بينادوا باسمائهم العائليه. بتقوله انت كمان خسرت على فكره، بجد هو انت ليه عملت معايا كده، طب دلوقتي هناديك بايه؟ وبيقولها زي ما انت عايزه. هنا بتقوله خلاص هناديك باخي الكبير. وبيتفاجئ وبتقوله انت ما كنتش كده على فكره، ودائما كنت بتتعامل معايا كويس في الماضي، علشان كده انا دائما بكره تصرفاتك دي. وبيقول لها خلاص خلاص ما تزعليش. وبتقول له بجد بكرهك. وتاني يوم بيروحوا المدرسة وبيتصوروا أول صورة. طبعا لازم يظهروا إن هم مبسوطين، عندهمش خيار تاني، وكمان مع بعض في نفس الفصل. هنا بتقول له يومي ما تخافش، كل يوم كل واحد هيجي المدرسة لوحده، بس لازم نخرج من البيت مع بعض. هنا وهي قاعدة بيجوا زملائها علشان يتعرفوا عليها. اما ميزو بقى بس قاعد كده مش بيقول ولا كلمة لغاية ما بيجوا الاتنين دول علشان يتعرفوا عليه. وطبعا كل ده علشان يتقربوا من اخته يومي، لانه الكل مفكر انه هي بجد اخته. هنا طبعا هو بيحس مش بيرتاح لهم خالص، وهو في الحمام بيسمعهم ان هما بيقولوا ميزو بصراحة شخص ممل عكس اخته يومي. ولما بيجي البيت بتقوله هو انت ليه اصلا بتخلي الشباب يتكلموا عليا؟ وبيقولها هو انت ليه زعلانة اصلا؟ بتقوله اصلا بيتقربوا منك علشاني. قال لها على فكرة انا عارف، علشان كده ما تزعليش بالنسبة للموضوع ده، ما يستاهلوش اصلا. تاني يوم هو رايح المدرسة بتيجي قدامه بيقولها مش اتفقنا كل واحد هيروح لوحده؟ لما بيجوا الشباب دول عشان يتكلموا معاه بتمسكه من دراعه وهو بيتفاجئ. بتعتذر منهم وبتقول لهم انا لازم اتكلم مع اخويا شويه، اصلا انا عندي عقده وكل شويه لازم اتكلم معاه. بيقول ايه ده، هو ايه اللي حصل قبل شويه؟ ولما بيروحوا البيت مش بيفتحوا الموضوع خالص. بتقول له اصل هما مش هيجوا الليله دي، عايز تاكل حاجه؟ بيقول لها اصلا انت مش بتعرفي حتى تسخني الميه، ازاي هتعملي اكل؟ وبيقول لها انا شاطر، خلينا نروح علشان نشوف حاجه ناكلها. هنا هو اللي بيحضر الاكل. وبتقوله بالنسبة للي حصل الصبح خلاص انسى كل حاجة. بيقول لها ميزو اصلا انا نسيت كل حاجة نهائيا، انت بتقولي ايه؟ وطبعا يومي بتزعل وبتقول ما عندوش احساس خالص. ميزو بيقول لها وانت بتحاولي تعملي ايه، بتحاولي تثيري انتباهي يعني؟ بتقوله انت فهمت الموضوع غلط. وبيقول لها بالنسبة اللي حصل الصبح ما يصحش خالص كده، انت بتخسري السمعة بتاعتك. وبتقوله بس انت فرد من عيلتي. بيقول لها بس هما عارفين ان احنا مش اخوات. بتقوله المهم اي حد يجيب سيرة اهلي انا مش هسكت له. هنا طبعا بيشكرها وبيقول لها انا بقدرك. وطبعا بتتفاجئ بتقول له خلاص هروح دلوقتي. وطبعا بتكون هتقع بس بتحصل الحادثه دي وبيفتكروا الماضي. هنا طبعا بيجي باباه ومامتها وبيقول لها ايه ده هنعمل ايه دلوقتي؟ وبيقول لها هخبيكي. بتقول له نعم؟
وطبعا لما بيجوا بيسألوا على يومي بيقول له اصل هي نامت بدري شوية. وطبعا بتقول هو ايه اللي حصل قبل شوية؟ لو ما كانش جو اهالينا كان هيحصل ايه؟ وهو كمان بيفكر في نفس الشيء وبيقول انا كنت خلاص نسيت الماضي يعني. تاني يوم بيروح المدرسة كأنه مفيش اي حاجة، وبيجي ده علشان يتعرف عليه كنامي. طبعا بيكون ميزو مش مرتاح له خالص وبيقول اكيد ده كمان عايز يتقرب مني علشان يومي، وبيقول له روح العب لك بعيد. هنا كانامي بيقول له انت بجد فهمت الموضوع غلط، فعلا عايز ان احنا نكون اصدقاء، خلي عندك ثقة في نفسك شوية وبص حواليك. لما بيبص وراها كده بيلاقي يومي بتبص عليهم وهي وشها محمر، والبنت النشيطة دي اسمها مينامي بتفضل تبص عليها كده. يومي بتقولها هو في حاجة؟ بتعتذر منها بتقولها بس شردت شوية، بصراحة جسمك جميل. بتقولها يلا خلينا نروح بسرعة. هنا لما بيروحوا علشان يلعبوا الرياضة بتقولها مينامي بجد الرياضة متعبة، اما يومي بقى مش بتحب الرياضة خالص وبتقول اكيد دلوقتي كلهم هيتمسخروا عليا. هنا كانت مينامي بتلعب بطريقة رهيبة وكانت يومي بتبص عليها وهي مستغربة وبتقول هي بجد رائعة. هنا بتقولها مش قلتي ان انت مش بتحبي الرياضة؟ قالت لها مينامي ازاي مش بحبها؟ قلت لك بس فيها تعب. بتقول بس بصراحة انا نهائيا مش بحبها، اصلا مش بقدر اعمل رياضة خالص. بتبص على ميزو وهو بيعمل جهده علشان ينجح وبتقول كمان هعمل زيه. وبتاخد اول تمرين. مينامي بتقولها في عندنا تمرين تاني اكيد هيعجبك، وبتكون طبعا يومي مبسوطه من التمرين ده علشان ما فيهوش عذاب، بس مع ذلك بتتعب. بتقولها مينامي يلا لسه في عندنا تمرين تاني لازم نجري بسرعه. بتجري يومي بكل قوتها وطبعا بتتعب جدا. هنا بتقولها مينامي برافو عليكي كنت هايله. بتقولها وانت كمان، بس هوب بتقع وبيجي ميزو في الوقت المناسب بيمسكها. بتقول لها مينامي هو انت بخير؟ انت كنت كويسه، ايه اللي حصل لك؟ ميزو بيقول لها يلا امسكيها دلوقتي هسيبها في امانتك، وبتاخدها مينامي المستشفى. بتقول لها اسفه انا ما اخدتش بالي ان انت تعبتي، وبتقول لها اكيد انت حملتي نفسك اكتر من طاقتها. هنا يومي بتعتذر منها وبتقول لها بصراحه انا مش بحب الرياضه خالص. مينامي بتتفاجئ وبتقول لها دلوقتي انا بتقرب منك اكتر وانا مبسوطه، وبترجع تعتذر منها. يومي بتقول لها ممكن ما تعتذريش مره تانية؟ تاني يوم مش بتيجي المدرسه. مينامي بتروح وبتسال ميزو عنها، بيقولها مش هتيجي علشان حرارتها مرتفعه 38 درجه. بتقول له بجد؟ كانامي بيقول لها وانت ليه بتضغطي عليها اصلا؟ بتقول له هو انت ايه مشكلتك بالظبط؟ بتتقرب من ميزو علشان يومي صح؟ وبيقول لها وانت بتقولي ايه؟ بتقول له انسى الموضوع. بتقول لميزو احنا لازم نروح علشان نزورها. هنا بيقول لها كانامي انا كمان هاجي معاكم. بتقول له مستحيل انسى الموضوع. هنا بتروح هي وميزو وطبعا بتاخد لها حاجات علشان هي تعبانه من الكلام ده. هنا بيقول لها ميزو اكيد هي هتتفاجئ لما تشوفك. بتقول له عادي يعني. ولما بيروحوا بتكون نايمه ومش حاسه باي حد. مينامي بتقول له دي لسه نايمه وبتفضل تصحى يومي، بس بتلاقي قدامها بس ميزو طبعا على الماضي وبتناديه باسم إيريد. بيتفاجئ وبيقول المجنونه دي اكيد هتفضحنا. بتقول له انا حسيت بالوحده، هو انت ليه سبتني لوحدي كده؟ بيقول لها ايه ده دي بجد هتفضحني. بيغير الموضوع وبيقول لها دي مينامي جت عشان تطمن عليكي، يلا اصحي يا مجنونه هتخربي بيتنا. هنا بتقول لها هو انت بخير؟ جيت علشان اطمن عليكي. وهوب يومي بتصحى كويس وبتتفاجئ. بتقول لها هو انت هنا؟ بتقول لها انت اكيد جوعانه صح؟ جبت لك الحاجات دي، وطبعا انا سمعت ان ميزو بيطبخ كويس هو اللي هيساعدني. تفضل تساله اسئله عبيطه. بتقول له لو لقيت حبيبه جديده هيحصل ايه؟ بيقول لها نعم. بتقول له اكيد في الماضي كان عندك حبيبه صح؟ بيتفاجئ. بتقول له بجد لو لقيت حبيبه جديده هيحصل ايه؟ بيقول لها مستحيل اصلا مش عايز. بيغير الموضوع بيقول لها يومي مستنيانا. بتروح وبتاخد لها الاكل. بتقول لها هاكلك بايديا. يومي بتقول لها مفيش داعي اصلا مش قادره. بتقول لها يلا افتحي بقك يا شاطره. هنا بتقول لها ايه رايك في الاكل؟ يومي بتقول لها جميل. بتقول لها مبسوطه علشان سمعت منك الكلام ده. وهي رايحه بتقول لميزو انت ويومي مجرد اخوات صح؟ بيقول لها ايوه بس احنا مش اخوات يعني غير اشقاء. بتقول له يعني مش مجرد اخوات صح؟ انا دلوقتي فهمت. وبتقول له اشوفك بكره. بيفضل يبص عليها وهو متفاجئ من البنت دي وتصرفاتها الغريبه. طبعا يومي كانت غيرانه من مينامي علشان طول الوقت ده وهي قريبه من ميزو. هنا بيقول لها انت لازم تنامي علشان ترتاحي. وبتقول له هو انت عايز تسيبني مره تانية؟ بيقول لها قصدك ايه مره تانية كمان؟ وبتقول له انت اصلا مش عايز تمسك ايدي حتى وانا تعبانه. وبيقول لها يلا خدي ايديا ونقطيني بسكاتك بس نامي. وطبعا بتكون مبسوطه. هنا بتقول له خلاص انت فكرتني في الماضي، فاكر لما كنا مع بعض؟ لما كنت كل يوم بنروح المكتبه مع بعض وبعد الدرس بنروح نشرب حاجه، ولما كنت بتعب كنت بتسهر معايا طول الليل. بجد كانت اوقات جميله جدا.
لغاية ما اكتشفنا انه اهالينا هيتجوزوا بعض واضطرينا ان احنا نخبي سرنا. هنا بتفضل تطلب منه طلبات كتيرة، بتقوله عايزة اشرب مي بيجيب لها مي، وبتقوله عايزة ايس كريم بيقول لها انهي نوع، بتقوله اي نوع ما يفرقش معايا. هنا كمان بترجع تطلب منه ان هو يمسك ايديها، بيقول لها خدي ايدي بس نامي وريحيني، قبل ما تنامي لازم اقيس حرارتك، بتقوله خلاص خلاص انا كويسة، بيقول لها مستحيل لازم اتاكد من حرارتك. هنا بيعرف ان حرارتها 36 درجة، بيقول لها من امتى وحرارتك منخفضة، بتقول له مفيش تعليق. بيقول لها يعني انت كنتي بتظهري ان انت مريضة علشان تطلبي مني حاجات، وكمان لما طلبت مني ان انت تمسكي ايدي كان قصدك ايه؟ وبتتخبى. هنا بيقول لها ما تتهربيش، وبتقول له انا اسفة علشان ظهرت ان انا مريضة، بيقول لها بس انت كان قصدك ايه؟ هنا بتقولها عشان لما بتتصرف معايا مش كويس بحس بغربة، بيقول لها هعتبرها مجاملة ايتها الأنية، مش بتقدري تنامي لغاية ما تمسكي ايديا، بتتكسف، بتقول له مش سامعة اي حاجة اصلا، وبترجع تقول له ممكن ما تسيبش المكان اصلا انا مش عايزة افضل لوحدي. هنا بيقول لها طبعا مش هسيبك، بتتفاجئ علشان تفكيرها وداها بعيد، وبيرجع يقول لها اصلا احنا اخوات ازاي هسيبك، وواجبي ان انا افضل معاكي. هنا طبعا بتزعل علشان هي مش بتطيق الكلمة دي خالص. طبعا دلوقتي عرفنا ليه. هنا كانت يومي قاعدة وبتفكر في ميزوتا، وبتقول يا ترى هو كمان بيفكر فيها، وكان في عندها صندوق صغير مخبية فيه أي حاجة متعلقة بميزوتا، وطبعا هو ما يعرفش كل الكلام ده، حاجات بسيطة كانت بتخبيها. هنا ابتدت تبص على الصندوق كده وبتقول هو انا ايه اللي بعمله ده، وابشع حاجة انه هي اخدت شورت ميزوتا وابتدت تبص عليه، وفجأة قالت هو انا بجد مجنونة، ايه اللي انا بعمله ده؟ اكيد لو عرف ميزوتا الكلام ده هكون انا الخسرانة وهيتحكم فيها زي ما هو عايز، وطبعا عقوبتي هتزيد، وهضطر ان انا اكون الاخت الصغيرة، وهو كأنه استاذ كده. وقالت انا لازم اصحى على نفسي علشان هو اللي يخسر مش انا، اصلا ميزوتو ما يستاهلش ان انا افكر فيه، علشان كده خلاص لازم افكر هعمل ايه علشان ما بقاش افكر فيه نهائيا. وبتقعد كده بتفضل تقرا في الكتاب ده، وبتقول دلوقتي اكيد ميزوتو هيكون نام، لازم اروح علشان ارجع له الشرط بتاعه. هنا وهي رايحة للأوضة بتاعته بيكون حتى ميزوتو جاي عندها، وهوب بيتقابلوا مع بعض، وبتكتشف ان ميزوتو كمان اخد حاجات منها. هنا بيضطروا ان هما يلعبوا ورقة ومغص، واللي هيخسر هو اللي هيعترف ليه بيعمل كل ده، واللي بتخسر طبعا يومي، وبتضطر ان هي تتكلم، وقالت له ان دي ما كانتش غلطتي، اصلا ده كان موجود من الماضي، وكمان في عندي صندوق صغير موجود فيه اي حاجة بتخصك. طبعا هنا ميزوتو بيتفاجئ وبيقول لها هو انتي بتشرحي كده؟ وبتقول له ايوه، هو انا بقول لك ايه دلوقتي؟ قلت لك ده حصل في الماضي، اصلا هشرح اكتر من كده؟ وبتقول له كان عندي صندوق لما كنا بنحب بعض، وطبعا هو كمان بيفتكر حاجات كده يعني. هنا طبعا بيفضل يبص لها كده وهي مكسوفة، وبتقول له ايه هو انت اتكسفتي يعني ولا انت مبسوط؟ ميزوتو بيقول لها اصلا هنبسط ليه، ده مقرف على فكرة. وبتقول له خلاص خلاص انا قلت لك على كل حاجة، وكنت عايزة العب لعبة بالانصاف يعني، علشان كده حصل اللي حصل. وقال لها خلاص اصلا ده ما يهمنيش، وقالت له انا كمان على فكرة بس مش عارفة ليه رجعت للماضي. وقال لها على العموم احنا الاتنين غلطنا خرجنا عن الحدود. تقول له طب هتعمل ايه علشاني يا اخي الصغير؟ بيقول لها انا مش هستسلم على فكرة، انت اللي اختي الصغيرة، علشان كده هنتصرف بعدل، كل واحد منا هيطلب طلب من التاني. بتقول له طلب؟ خلاص انا موافقة ما عنديش اي مانع. بيقول لها تمام اتفقنا، علشان كده هنضطر نمثل يوم تاني ان احنا اخوات بنحب بعض. وبتقول له خلاص. تاني يوم وهي رايحة المدرسة بتقول اللي انا عملته ده مش مقبول خالص، وهوب بتلاقي ميزوتو مع البنت الجميلة دي، وبتتفاجئ بتقول ايه ده، هو خارج مع موعد؟ ايه البنت الجميلة دي؟ بس على فكرة دي شبهي وانا في الماضي، بس هي بيعرفها منين؟ يا ترى معانا في المدرسة؟ ولما بتروح كمان المدرسة بتلتقي مع مينامي، وبتفضل تفكر في ميزوتو والبنت اللي كانت جنبه. هنا بتقول لها مينامي على فكرة ذاته شاب وسيم وفي نفس الوقت لطيف، اي بنت هتتمنى تخرج معاه. يومي بتقول اكيد بيستغل البنت المسكينة دي. ولما بترجع البيت بتلاقي فيه خفافة زيادة للبنت، وبتقول ايه ده، هو جابها معاها البيت كمان؟ وبتصورها طبعا كدليل. هنا بتقول انا لازم اتصل بيه، وفعلا بتتصل بيه وبتقوله كنت هشتري اغراض بس انا نسيت، ممكن تروح تجيبهم لي؟ وبيقول لها هو انت عايزة ايه، هو ده وقتك؟
هنا بتقول له بس انا عايزه المكرونه وبسرعه، وبيقول لها خلاص بس لازم تعرفي انه في حدود بيني وبينك. هنا بتقول انا لازم انصح البنت دي انها تخرج من حياته، وبتقول اكيد دلوقتي راح، وبتروح الاوضه بتاعته علشان تفتح الباب، بس هوب بيكون ميزاتو لسه موجود. بيقول لها ايه ده، هو انت بتعملي ايه هنا؟ بتقول له بصراحه افتكرت ان انت خرجت. نعم، هو انت بتقولي ايه؟ مش انت اللي طلبتي مني اجيب لك المكرونه على اساس انت مش موجوده في البيت؟ وبتروح علشان توريه خفافه البنت بس مش بتلاقيها، وبترجع تقول له هي راحت على فين. بيقول لها هو انت ايه اللي حصل لك فجاه؟ بتقول له خلاص انسى الموضوع، على فكره انت جبت بنت للبيت وانا شفت الخفافه بتاعتها بس دلوقتي اختفت. بيقول لها اي بنت؟ هو انت بتتكلمي على ايه بالظبط؟ بصراحه مش فاهم اي حاجه. بتقول له انا صورت على فكره وده الدليل. بيقول لها ايه ده، هو انت صورتيها بجد؟ وبيقول لها خلاص مش عارف اقول لك ايه. بتقول لي يلا بسرعه لازم تقول لي ايه اللي بيحصل هنا. هنا بيفضل يفكر كده، بيقول لها بصراحه مش عارف اقول لك ايه. بس هي بتروح علشان تدور عليها وما بتلاقيش اي حاجه. بتقول له لازم تشرح لي ايه اللي بيحصل بالظبط. هنا بيقول لها بصراحه انتي قفشتيني بس مش هقول لك على اي حاجه. بتقول له مستحيل، لازم تقول لي ايه اللي بيحصل هنا وليه راحت بالسرعه دي. بتقول له استنى رايحة على فين؟ بتفضل تبص عليه كده وبتقول له هو ايه اللي حصل بينكم بالظبط؟ بيقول لها يا يومي انا مش مجبور علشان اشرح لك اي حاجة بتحصل معايا، وعلى فكرة انا تعبان ولازم اروح علشان ارتاح. يومي بتقول ايه ده، هو انت ليه تعبان اصلا؟ بيفضل يبص على الكرسي ده ولما بيلاقيه متحرك طبعا بيتوتر، ويومي مش بتفهم اي حاجة. بتقول ايه ده، هو نسي الاوضة بتاعته ولا ايه؟ هنا وهي قاعدة بتقول اكيد انا فهمت الموضوع غلط، بس مين البنت دي وبيعملوا مع بعض ايه؟ هنا هنفهم مين البنت دي. ميزاتو ابتدى يفتكر ايه اللي حصل معاه بالظبط. لما كان في المكتبة جات عنده بنت وطبعا هو ما كانش عارفها، وقال لها هو انت مين؟ انا ما اعرفكيش. بتقول له ميزاتو ممكن نتواعد مع بعض وبعد فترة نتجوز. بيتفاجئ وبيقول لها وانت بتقولي ايه؟ بتفضل تضحك كده. هنا بتشيل النضارات وحتى البالوكة دي وبيعرف انه دي مينامي. بيقول لها ايه ده، يعني انت معجبة بيا؟ بتقول له يعني بس لو بتحب خلينا نخرج مع بعض، وعلى فكرة انا مش بكرهك بس ممكن نخرج مع بعض ويمكن بعد فترة نتجوز، وهكون قريبة من يومي. يعني هي بتعمل كل ده علشان تتقرب من يومي وتكون زي اختها. يعني مينامي معجبة بيومي وبشخصيتها، وبتقول له هي بجد شيطانة صغيرة خلتني احس بالاحساس ده، علشان كده لما هنكون اخوات هنكون طول الوقت مع بعض وكمان هنلبس مع بعض لبسنا. بيفضل يبص عليها وهو متفاجئ منها وبيوافق طبعا. هنا بتفضل لازقاله طول الوقت وطبعا هو مش قادر يقول اي حاجة. بتقوله كمان هنعيش مع بعض في نفس البيت، وبيقولها بجد مليت منك. بيروح وبيتصل بكنامي بيقوله الحقني، هو انت تعرف مينامي من زمان صح؟ هي اي نوع من الاشخاص؟ كنامي بيقوله ما عندهاش نضج خالص، لما بتحط عينيها على حاجة لازم تاخدها، وكل يوم بيزيد حماسها اكتر واكتر، وهوب في يوم مش متوقع بتنفجر. علشان كده هقولك على حاجة مهمة. هي في الثانوية كان عندها حبيب كانت متعلقة به جدا، وطبعا كانت مخلصة ليه وكانوا بيقضوا وقت طويل مع بعض. طبعا كانت مينامي بتعمل له اي حاجة هو عايزها، اي حاجة كان بيطلبها منه كانت بتجيبها له، وطبعا كان معجب بيها جدا بس هي مولعة بيه اكتر واكتر. بعد 3 شهور مش هقولك حصل ايه، الشاب انهار من التوتر واخدوه المستشفى. طبعا كل ده بسبب مينامي، وده هو الجانب المخيف فيها. بسببها ممكن يموتوا اشخاص، والمشكلة الكبيرة انها مش بتحس بتأنيب الضمير خالص وكأنها ما عملتش اي حاجة. ميزاتو بيقوله مش للدرجة دي يعني، وفي نفس الوقت مش صعب ان انا اتخيل علشان بصراحة حسيتها انها بتتصرف بطريقة غريبة وبتتكلم كتير كأنها تعرفني من زمان. كنامي بيقوله المصيبة لو كانت معجبة بيك اكيد مش هتسيبك. ميزاتو بيقوله مش هسيب الموضوع يكبر اكتر من كده وهتصرف بسرعة. كنامي بيقوله انا معاك. هنا ميزاتو بيقوله وكمان عندي خطة هنفذها فورا. بيروح جري عند يومي. هنا بتقوله خير، ايه اللي جابك لأوضتي الساعة دي؟ على فكرة الوقت متأخر. ميزاتو بيقولها عايز تنفذي عقابك. يومي بتقوله عقابي؟ عايز مني ايه بالظبط؟ اطلب اللي انت عايز، انا جاهزة علشان انفذ. ميزاتو بيبصلها كده وبيقولها تخرجي معايا بكرة في موعد. طبعا يومي بتتفاجئ وده احسن عقاب بالنسبة ليها علشان ده اليوم اللي كانت بتستناه من زمان. بعد ما ميزاتو طلب من يومي ان هما يخرجوا مع بعض في موعد، يومي بتوافق وبيجي اليوم ده. هنا بتيجي للموعد وبتفضل تستناه
بس بتفضل تفكر هو ايه اللي خلى ميزاتو يطلب منا ان احنا نخرج مع بعض كده، هما الاخوات بيخرجوا مع بعض وكأننا في موعد. وبترجع تقول لا عادي مفيش مشكلة، يعني الاخوات كمان بيخرجوا مع بعض. اهو بيجي ميزاتو بيقول لها انا ميزاتو دلوقتي انا اخوك الاكبر. بتلف كده وبتقول ايه ده شكله جميل قوي، هو ليه لابس كده؟ وبيستنى الدور. هنا بتفضل تبص عليه يومي وبتقول هو اليوم هيعدي على خير يعني. بتفضل تبص عليه كده وهي متوترة. بيقول لها هو في حاجة؟ بتقول ايه ده احنا كأننا في موعد اصلا. بس طبعا بتقول الكلام ده جواها وبتقول يمكن يكون ده هو فتى احلامي. وبتقول دي بجد مصيبة، هعمل ايه في الورطة دي؟ هنا بيقول لها هو انت متأكدة مفيش اي حاجة؟ بتقول له لا مفيش حاجة. هنا بيروح علشان يجي بالتذاكر. طبعا بتكون ماسكة ضحكتها وكأنها طايرة في السماء. وبيقول لها دلوقتي حصلت على التذكرة يلا خلينا نروح. وبتقول له اصلا احسن ان احنا نروح علشان بجد لو بقيت كده هتحصل مصيبة. ولما بيمسك ايديها يومي بتتفاجئ وبتقول ايه اللي بيحصل ده، كمان بيمسك ايديا. وطبعا كانامي ونامي بيراقبوهم من بعيد، واللي خطط معاها الخطة دي هو كانامي. قال له لازم تخرج مع يومي بأسرع وقت علشان مينامي تشوفكم مع بعض. وبالنسبة لمينامي سيب الموضوع ده عليا، انا هجيبها للمكان اللي هتكونوا فيه، ولما هتشوفكم مع بعض اكيد هتبعد شوية شوية، ولازم تقرب من يومي اكتر واكتر علشان تحس ان انتوا بجد بتحبوا بعض. هنا طبعا بيجيبها للمكان الجميل ده ويومي كانت مبسوطة جدا. طبعا مينامي كانت هتفرقع وعايزة تفرمهم هما الاتنين. هنا طبعا ميزاتو كان متوتر علشان هو مش عارف ازاي يشرح ليومي ان هو كل ده تمثيل علشان تبعد عنه مينامي. بس بيفتكر كلام كانامي لما قال له البنات بيحبوا الشاب اللي يكون بيغزلهم كده ويهتم بيهم اكتر واكتر. وبيقول بجد يومي النهارده اصلا لبسها جميل. تفضل تبص عليه كده وبتقول له هو في حاجه؟ هنا بيقول لها بس بحب المناظر دي. يومي بتقول له وانا كمان. ميزاتو بيتشجع وبيقول لها انت النهارده لطيفه بشكل غريب. وطبعا ميزاتو مش بيعرف يجامل خالص وبيقول ايه ده اللي انا حببته ده. يومي بتفضل تبص عليه كده وهي مستغربه ومع ذلك بتشكره. وبيتفاجئ اكتر واكتر وبيقول ايه الرد ده مش رد بنت عندها تجربه في الموعد خالص. كانت يومي مكسوفه وفي نفس الوقت كانها زعلانه. اما كانامي بيقول لمينامي بص قد ايه هما قريبين من بعض، واضح ان هما بيحبوا بعض جدا. وبتقول له ما هو واضح. هنا هما واقفين بيشاهدوا السمك ومن الكلام ده بيمسكها من دراعها كده. وطبعا يومي بتتفاجئ بس مسكها علشان الراجل وبنته ده وبيعتذر منهم. وبتقول ده قريب مني جدا وبيتصرف معايا بطريقة غريبة، بيحترمني من زمان ما عملنيش بالطريقة دي. وبترجع لوعيها بتقوله ممكن تشيل ايدك عني. بيعتذر منها وبيقول لها بس في زحمة قلت علشان امسكك علشان ما تتوهيش. يومي بتقوله هو انت ليه بتعاملني كده؟ على فكرة انا مش طفلة صغيرة ومش ضروري كل شوية تفكرني. بيقول لها خلاص مفيش مشكلة، كل مرة بتجاوبني زي الصاغة كده. وبتفضل تبص عليه كده. هنا بيقول هي لسه بتبصلي ولا ايه؟ هعمل ايه مع البنت دي؟ طبعا نظراتها خطيرة. وبيروح الرجالي وبيتكلم مع كانامي بيقول له الحقني. وبيفضل كانامي يضحك بيقول له ضحكتك مغربة على فكرة. انا ويومي مع بعض طول الوقت زي الغريبين. وبيقول له كانامي انا مش اعمى وشايف كل حاجة قدامي، بس اهم حاجة انه مينامي مصدقه الكلام ده علشان كده لازم تكمل. وبيقفل السكة بوشه. هنا بيقول ميزاتو انا اللي عزمتها علشان نخرج مع بعض ولازم اكمل، وطبعا هي الغلطانة علشان عندها اصدقاء مجانين زي مينامي. هنا تاهت يومي ومش عارفة هي فين بالظبط وبتقول هعمل ايه دلوقتي. وطبعا كانت خايفة، كل ما بتسمع اصوات بتفضل تخاف كده. وهوب بيتصل عليها ميزاتو بيقول لها هو انت فين؟ وبتقول له بصراحة مكسوفة مش عارفة هقول لك ايه. بصراحة من الاخر انا مش عارفة انا فين، يمكن تهت. وبترجع تعتذر منه. بيقول لها هو انت بتعتذري ليه اصلا؟ يمكن الغلط غلطي علشان انا اللي ما انتبهتش عليكي. وبتقول له ايه ده هو انت هتعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لها خلاص استنيني في مكانك وانا هاجي لغاية عندك. وطبعا بيروح عندها جري. يومي بتقول هو بيتصرف معايا كويس وبيحترمني مع اني انا بتعامل معاه بطريقة مش كويسة اوقات. وبنرجع للماضي. هنا اول يوم طلب منها ان هم يخرجوا مع بعض ويومي بتوافق. واول يوم مع بعض بيلتقوا في المهرجان. هنا طبعا يومي بتوه وبيتصل فيها بيقول لها هو انت فين؟ وكانت مكسوفه علشان اول موعد ليهم بتوه. ابتدت تعيط كده وقالت له بصراحه مش عارفه انا فين علشان زحمه وانا توت. وبيقول لها استني في مكانك هاجي فورا.
وبيجي وبيجيب لها علبة العصير ده، وبتقول له هو انت جيت بسرعة كده؟ بيقول لها طبعا، بس انا تعبان علشان دورت عليكي في كل الزحمة دي. وبتقول له انا فاشلة مش هنفعك في اي حاجة. بيقول لها مهما حصل انا مش هستغنى عنك ومش هغير رأيي فيكي، واحسن حاجة ان انا دلوقتي عرفت ان انتي بتتوهي في الزحمة. ونرجع للحاضر، بيجيب لها نفس العصير اللي جابهولها لما كانوا مع بعض، وبتتفاجئ بتفتكر لما قال لها ما تخافيش انا دلوقتي معاكي وتقدري تعتمدي عليا. يومي بتشكره وبيقول لها انا جيت علشان اخدك يا انسه يومي. بتقول بجد ميزاته مفيش زيه، بس طبعا جواها مينامي بتقول واضح ان هما مبسوطين مع بعض، وجابها للمكان الجميل ده. قالت له بجد المكان ده جميل. قال لها شفتي علشان تعرفي ان انا عندي ذوق. وبيقول لها اكيد انتي بتخافي من القروش وهنشوف دلوقتي. بتقول له ايه ده؟ ايه الثقه اللي عندك دي؟ مستحيل اخاف. وبيقول لها هنشوف. هنا بنكتشف ان هما بعد 6 شهور من علاقتهم انفصلوا علشان ما كانوش بيتفاهموا مع بعض، وعلشان ما يكرهوش بعض اكتر واكتر قرروا ينفصلوا. مع انه كان بيحبها جدا، كان بيحبها اكتر من اي حاجة في حياته وهي كمان. ولما قرروا ان هما كمان يرجعوا مع بعض اكتشفوا انه اهاليهم هيتجوزوا بعض، واضطروا ان هما يخبوا سرهم. وبيجيبها كمان المكان ده اللي هي بتحبه، وكان مبسوط علشان شايف يومي مبسوطة. وخلص اليوم ده وقالها دلوقتي هترجعي البيت؟ قالت له طبعا هرجع، بس لازم كل واحد يرجع لوحده علشان ما يشكوش فيهم. هنا مينامي بتيجي وبتقول له ما توقعتش ان انا اشوفك. وبيقول لها ايه الصدفه دي؟ طبعا بيعمل نفسه ان هو ما شافهاش ان هي مراقبه من الكلام ده. وبترجع مينامي تعتذر منه علشان دخلت البيت من غير ما تستأذنه، وقالت له بجد ما كانش قصدي ان انا اذيك، هو انت هتقول لي يومي حاجه؟ هنا بيقول لها لا مش هقول لها اي حاجه، بس طبعا اذا حسنتي تصرفاتك وشلتي الافكار اللي جواكي. كمان ما تنسيش ان انتي صاحبتها المفضله. بتفضل تبص عليه كده وهي متفاجئه، وبتقول له مادام كده خلاص مش هشكرك. ميزاتو بيقول لها ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ على فكره لازم تركعي لي. صحيح، ايه اللي خلاكي تغيري الكرسي من مكانه؟ هنا بنعرف انه مينامي جات البيت لوحدها وما كانش ميزاتو يعرف اي حاجه. وبتقول له هو انت بتتكلم على ايه؟ يقول لها نعم. بتقول له بس بهزر معاك، بس يمكن تكون بتتخيل وبس. هنا بتعتذر منه كمان وبتقول له خلاص انا هحاول اغير من تصرفاتي وهدخل البيت زي صاحبتها. بيقول لها واضح ان انتي مش هتغيري رايك. وبتقول له طبعا، ولسه بخطط ان انا اتجوزك وهنعيش مع بعض في نفس البيت. وبيقول لها هو انتي لسه ما نسيتيش؟ بتقول له مستحيل. اما يومي بقى وصلت البيت وبتستناه، وبتقول مش قادره افهم الموضوع ده. بتفتكر لما طلب منها ان هم يخرجوا مع بعض في موعد، وبتقول مستحيل مش هسيب الموضوع ده ينتهي كده. ولما بيجي بتقول له استنى، لازم انت كمان تنفذ عقابك ولازم تلبس لباس تانية وهصورك. بيقعد كده وبتفضل تصوره كل صورة مختلفة عن التانية. هو طبعا بيمل وبتقوله ما تتحركش ده عقابك. هنا بيقول لها يلا بسرعة وانت مش هتخلصي؟ بتقوله طبعا لسه. بتطلب منه ان هو يحضنها. بيقول لها بس كده غالي والطلب رخيص، مع انه طلباتك غريبة بس هنعمل ايه؟ وطبعا يومي كانت مكسوفة. تاني يوم هما في المدرسة مينامي بتتصرف معاها وكأنه مفيش اي حاجة. كانامي بيقول له مبروك قفلت القضية دي. ميزاتو بيقول له متهيألك القضية لسه مفتوحة. مينامي دخلت المستشفى قبل كده. كانامي بيقول له طبعا لما كنا في الإعدادية. بجد البنت دي مصيبة علينا كلنا على فكرة. ميزاتو بيقول له هتشوف، يا إما مينامي هتكون صديقة وفية ليومي وبتحبها بجد، أو خلاص أنا اللي هخرج مينامي من حياة يومي وهوقفها عند حدها. وخلص الملخص. يلا سلام.